لا حول ولا قوة إلا بالله. الأهلي يخسر من شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليا بهدف مقابل لا شيء. الشناوي بطل كورة خلاص كده. احنا عايزين أول حاجة ندي تقييمات للعيبة. عندك الشناوي 0، لو في 10 سالب 10 نديها للشناوي. عندك باك يمين خالد عبد الفتاح، ده لاعب ما يلعبش في مركز شباب المحمدية، 0. عندك الباك الشمال عطية الله 10/10 صراحة، عامل ماتش مفيش أحلى ولا أجمل من كده. وكمان المكسب الكبير في الماتش ده للأهلي هو أشرف داري من 14 تدخل التحامات هوائية بيفوز ب 13، مكسب كبير للأهلي. ورامي ربيعة كان عامل ماتش حلو ونديله 2/10. في نص الملعب كوكا 0، ده أصلا مش هيئة لاعب كورة خالص أصلا ولا ليه في الكورة. عمرو السولية 1/10. إمام عاشور 0. قدام وسام 10/10. حسين الشحات 0. كريم الدبيس اصلا ما ينفعش يلعب في الاهلي خالص 0. كولر بقى في المؤتمر الصحفي بيقول لهم ايه بقى؟ كولر كولر بيقول له دلوقتي انت خسرت بسبب ايه؟ قال له انا ما خسرتش، انا لسه في الصدارة، بالنسبة لي عادي، خسارة عادية كأي خسارة. وايه بعد سلسلة اللا هزيمة 27 مباراة النادي الاهلي في افريقيا ما خسرش. جه شباب بلوزداد وقف السلسلة اللا هزيمة. شباب بلوزداد استحق الفوز في ملعبه بعد اداء مفيش احلى ولا اجمل من كده. شباب بلوزداد فريق محترم بس خسر هنا 6-1، وكان بيحاول هناك بأداء على قده، هو فريق على قده وعلى قد إمكانياته. كان بيحاول بأشد الطرق إنه يجيب الفوز وجابه بسبب خطأ فادح من محمد الشناوي. صراحة المجتهد مصطفى شوبير من حقه يقف في الحراسة. مش عاجبني خالص إن مدرب الحراس يقول له يا كولر الشناوي يلعب 3 ماتشات مصطفى شوبير يلعب ماتش. ده مش قانون، عمري ما شفته في فرقه خالص ان في حارس اساسي يلعب 3 ماتشات والبديل بتاعه يلعب ماتش. دي جديده، دي اول مره نشوفها. لكن من دلوقتي ظهر ان لازم مصطفى شوبير يقف في الحراسه، ومحمد الشناوي خلاص 36 سنه يشوف بقى بره كده فرقه يلم مليارات من اللي عمال يلمها دي. يعني هو قاعد ولا بيعمل اي حاجه، يروح يلم فلوس وخلاص يعني. انت وجودك زي عدم الشناوي، روح لم فلوس وريح دماغك خالص عشان الجماهير بدأت تتعب. وفي كمان 7 لعيبه في الاهلي لازم تمشي: بيرسي تاو، وكهربا، حسين الشحات، خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق هيمشوه بسبب انه مش عايز يعمل تعاقد معاهم. كمان لازم كوكا ده تطلعه اعاره. عمرو السولية خلاص، لازم تجيب صفقات ابرامات جديده، لازم تامن حراستك المستقبليه في حراسه المرمى بالشناوي ومعاه حمزه علاء ومصطفى شوبير. لازم تمشي الشناوي وتسيب حمزه علاء ومصطفى شوبير. لازم تامن حراستك وتخش على الدفاع. محمد هاني صراحه مقصر، اللي احنا كنا بنقول عليه ناشئ بس صراحه بان ان هو باك يمين ومقصر مع النادي الاهلي او في الجبهه دي. عمر كمال مش لاعب اللي هو على مستوى النادي الاهلي خالص خالص خالص. كمان يوسف ايمن اعاره ملهاش اي لازمه خالص من نادي قطر في قطر، الاعاره ملهاش اي لازمه. من وجهه نظري احمد عبد القادر يرجع، حمدي فتحي يرجع، لعيبه كتير من بره لازم ترجع ولازم تلعبها. اللعيبه دي مستنيه فرصه وبتلعب احسن من اللي عندك اللي انت معتمد عليهم ولهمش اي 30 لازمه في الفريق خالص. يعني فريق النهارده النادي الاهلي لما يعني الفرقه ملهاش اي 30 لازمه على الاطلاق. يعني فرقه لا حول ولا قوه الا بالله. اداء سيء من اول الموسم، من اول ماتش الزمالك بتاع السوبر الافريقي وهو اداء سيء جدا جدا. وراه برضو السوبر المصري واداء اسوأ، يعني فاز بضربات الجزاء ما عملش حاجه كتير. وهو حتى في ماتش العين هو الماتش الوحيد اللي عمله. جه في الدوري خسر من باتشوكا في كاس الانتركونتيننتال، والدوري تعادل مع انبي وتعادل مع البنك الاهلي. وفريق خلاص تحس ان كولر عايز يقول للاداره ان الفرقه ما فيهاش لعيبه، الفرقه عايزه تتغير، في لعيبه كتير عايزه تمشي ولعيبه عايزه تلعب. لكن اداره النادي الاهلي من كتر الفلوس مش عارفه تجيب لعيبه، مش عارف ازاي. احنا نادي الزمالك اهو، والله لو ادونا مليون دولار نشتري 10 لعيبه ناخد بيهم الدوري. احنا مش عارفين ندي لزيزو 100 مليون في السنه، ادينا له على 3 سنين 270 مليون جنيه. وهم الله اكبر اللاعب عندهم بياخد في السنه 70 و80 مليون، واحنا اللاعب عندنا
بيطمح انه ياخد فلوس اكتر من انه ياخد بطولات. يعني مفيش اسوأ من كده. صراحة لازم إدارة النادي الأهلي تبص على الفريق وتركز معاه كويس، عشان الفريق من أسوأ لسيء. هو ده ملخص الكلام. الأهلي سيء، والفترة الجاية لو ما جابش صفقات هيروح لسكة مش عايزها جمهور الأهلي. وهو جمهور الأهلي بادئ بحملات عليهم، ولازم يخش إن الجمهور يتكلم مع الإدارة ويشوف حل، والإدارة يشوف حل مع كولر ويشوف له الصفقات اللي هو عايزها عشان يقدر ينافس النادي الأهلي على بقية البطولات. سلام يا حبيبي.